اهلا بكم جميعا. اليوم هنقدم اخبار كتيره واللي حصل امبارح في مباراه الاهلي وسموحه والضغط اللي كان الاهلي فيه. والاهلي طول الماتش بيبحث عن مباراه، وفي اخبار كتير حصريه على عم منعم وكهربا والشناوي. ما تيجي نعرف ونقول كل التفاصيل. اهلا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل اخواتي واصحابي وحبايبي. اهلا بجمهور الاهلي العظيم. اهلا بالنادي الاهلي الكبير رقم واحد في القاره. اهلا بكم جميعا ونبدا الحلقه. حلقه جديده كوره مع عمرو. يشرفني ان اقدم لكم كل ما هو جديد على الساحه المصريه. امبارح كان مباراة كبيرة جدا ما بين الأهلي وسموحة. طبعا الأهلي كان عايز يكسب المباراة بأي طريقة، مش شرط إن هو حتى يعني هو لو تعادل بس كان هيبقى التعادل ياخد الدوري بيه. لكن الأهلي كبير ودايما بيفكر في هو يكون رقم واحد، وأول حاجة بيفكر فيها هو الفوز ولا بديل عن الفوز ولا بديل عن الفوز، الدوري ولا بديل عن الدوري، الكاس ولا بديل عن الكاس وكاس العالم للأندية. ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. امبارح الناس بتقول كلها ان كهربا ما كانش موجود. طب ليه ما كانش موجود في الاحتفالات مع النادي الاهلي وراح فين؟ وهو في مشاكل بينه وبين ناصر كولر وبتاع ومش عارف ايه. طب ليه الناس كلها بتطلع تهاجم كهربا؟ يعني انا نفسي الناس تسيب الناس في حالها بجد والله العظيم. نفسي الناس كلها تسيب الناس في حالها. كهربا اصلا يعني على الاخبار اللي وصلتني امبارح ان هو اصلا كان عنده عزا، يعني هو ساعة الماتش اصلا كان عنده عزا، فالراجل راح يقدم واجب العزا، وده واجب يعني. فانت ما تعرفش الاخبار كلها، كل واحد بيطلع يهبد على السوشيال ميديا وخلاص. اللي عنده كلمة واللي ما عندوش كلمة، اللي عايز يطلع ترند واللي عايز يطلع كذا. طب ليه يعني سيبوا الناس في حالها؟ الناس ربنا اعلم بكل النوايا في كل الناس. يعني سيبوا الراجل في حاله عشان يقدر يركز في الفترة الجاية، يشوف مستقبله بقى في الاهلي خارج الاهلي، مع كولا خارج حساب الكولا، الله اعلم يعني. تاني حاجة نتكلم عن اللقطة التانية. محمد الشناوي بعد ما اللعيبة الماتش خلص ما قعدوش كتير في الملعب ونزلوا أوضة اللبس. طب ليه يا محمد الشناوي؟ انت كابتن، المفروض تروح مع الجماهير ولا تفرح مع الجماهير زي ما قفشة يفرح مع الجماهير لوحده. حتى المترجم خالد الجوادي اتكلم بيقول هي اللعيبة راحت فين؟ هي اللعيبة راحت فين؟ الناس راحت فين؟ كأنهم كانوا مخطوفين ولا ايه؟ مانيش فاهم والله العظيم. طب انت لو عندك حاجة من قرار من الإدارة اللي انت بعد ما تخلص الماتش تنزل، ولا هو محمد الشناوي قاصد ان هو ينزل اللعيبة تحت ويبعدهم عن الأجواء؟ ولا أنا مش فاهم اللقطة دي ايه يعني. بعدين محمد الشناوي يعني انت قائد، انت محمد الشناوي قائد من زمان، وقائد للأهلي من زمان، فأكيد عنده خبرات وعنده كل حاجة كويسة مع النادي يعني. فأسلوب هو اسلوب مش عارف هو اسلوبه ايه يعني. ليه عمل كده؟ والايام الجايه هتبين هو ليه عمل كده. طبعا النادي الاهلي هان الفريق. هو كان اصلا في فرنسا عشان بيتعالج، وكان بيحضر ماتشات الاولمبياد، وهينزل الفتره الجايه كمان عشان نشوف الصفقات بتاع الكرة، وهل الكرة هيكمل الفترة الجاية ولا مش هيكمل، هيروح ياخد اجازة ولا هيكمل الدوري ولا هيعمل ايه بالظبط. هنشوف الايام الجاية هتعمل ايه، وهل سامي قمصان هو اللي هيمسك الفريق الثلاث مباريات اللي جاية ديت، وهل اللي هو هيكمل بعد ما يكمل الدوري هيخش في الكاس، ولا الكاس هيتأجل، ولا هينسحب من الكاس، ولا طب وبعد كده هيروح المنتخب ولا مش هيروح المنتخب. الفترة الجاية نعرف كل التفاصيل. كمان عندنا محمد عبد المنعم، كل الناس بتتكلم على محمد عبد المنعم والصفقة بتاعت نيس الفرنسي، وهل وصلوا للعرض. آخر أخبار وصلتني إن مقدم عرض 4 مليون يورو، كمان مع حقية الشراء 10%. طبعا الأهلي بيضغط عليه على اللي هو يبقوا 20% أو 25% عشان الأهلي يبقى مستفاد من إعادة البيع. ممكن محمد عبد المنعم يتألق مع النيس الفرنسي، وبعد كده ليفربول أو في أحد الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي
يطلب محمد عبد المنعم، فبالتالي ان هو بعد ما يطلب محمد عبد المنعم ممكن يبيعه بمبلغ اكبر، فالاهلي هيبقى ليه استفاده اكبر من محمد عبد المنعم. وهنشوف التفاصيل اللي جايه هنعمل ايه. طبعا انا بتمنى من كل اخواتي الدعم للقناه، اللي مش مشترك يشترك في القناه واعمل لي 200 او 300 لايك من حبايبي واخواتي وجمهور الاهلي العظيم. وان شاء الله الايام اللي جايه هنشوف ايه القرارات اللي هتحصل، وفي الصفقات ايه اللي هيحصل مع الصفقات الجديده. هل بين رمضان هيجي طبعا المدافع الباك ليفت اللي الاهلي هيجيبه، هل ده خلاص على الفترات الاخيره؟ هل هيمضي ولا مش هيمضي، ولا هم في دماغهم حاجه تاني؟ هنشوف الاداره هتعلن ازاي الايام الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.